صار عمري 43 سنة. هاي يمته بال2019 صفنت، شفت نفسي ما محقق شي، مثل ما يقولون ولا طمحة من طموحاتي محققها. فصفنت قلت ايش وقت احقق ولو طمحة وحدة، ولو حلم واحد. فأصريت انه لازم اتحرك، خصوصا بعد وفاة امي وابوي. قلت انا لازم اتحرك واغير واقعي، ومثل ما تقول الحكمة: اذا لم يعجبك مكانك فتحرك فانت لست شجرة. فقررت انتقل الى بغداد. فكان انتقالي الى بغداد وحلم، هو كان بصراحة كان حلمي ان انتقل اعيش ببغداد. فانتقلت الى بغداد بال2019. هذا كان اول احلامي حققته. الحلم الثاني هو ان اكون ممثل. فعلا قدمت معهد فنون، الحمد لله والشكر، انقبلت وكملت دراستي معهد الفنون 5 سنوات، واخذت الدبلوم قسم المسرح. وفعلا مثلت بعض الافلام، افلام قصيرة والمسلسلات: انتقام روح، خان الذهب، انفصال، اقوى من الحب، والعائلة اكس، وابن الباشا، وعفو عام، وش كم مسرحية وش كم فيلم قصير. فالحمد لله والشكر حققت يعني طموحتين من طموحاتي. بس مني جيت لبغداد هنا طبعا فرحان. انا اخواني هنا عايشين ببغداد من الثمانينات. ف وحاليا قدمت على كلية الفنون همين ان شاء الله قسم المسرح. هاي السنة اداوم 2025 ان شاء الله، الله يسهل. اي فمرة نشرت على الفيسبوك، على الجروب، اكو جروبات منطقة زيونة ومنطقة الغدير. نشرت كتبت والحمد لله والشكر كان حلمي ان اسكن ببغداد، والحمد لله والشكر حققت هذا الحلم. اجت كمية تعليقات سلبية هائلة، كمية تعليقات يعني وموقف وكأنه انا جاي منين، يعني من الخارج، يعني جاي من الشيشان، لو جاي من الصومال، لو جاي من هاي الدول الفقيرة، لو من باكستان، لو من افغانستان، وجاي ساكن هنا بالعراق، مو شخص عراقي. يعني اترست بغداد ودمرت بغداد وخربت بغداد ووسخت بغداد وهذا. يا اخي ليش هالحقد هذا؟ ليش هالكره هذا للمحافظات البقية؟ لا والله لا وسخت بغداد انا، بالعكس كنت طارت حلم انه اصبح ممثل، والحمد لله والشكر. يعني حاليا في طريق ان اصبح ممثل، الحمد لله والشكر. اولادي همي انا متربيين ومؤدبين وعاقلين، لا وسخنا بغداد ولا شيء. شنو هالحقد هذا؟ شنو هالكره؟ فحذفت منشوري، حذفته حتى ابرد راسي. بس شفت يعني مع الاسف موقف جدا سلبي من اهل بغداد، ويعني وموقف عدائي للاسف، تعليقات سلبيه وتنمر فظيع. ولكن ما يهمني، انا ما علي، انا ما سائر في طريق في التحقيق ان اكمل باقي الحلم مالتي، وهو ان اصبح ممثل، وممثل ان شاء الله معروف. تحياتي.